في حكمة بتقول إن أقوى شيء على الأرض هي الجبال، بس الحديد بيقطع الجبال يبقى الحديد أقوى. بس النار بتدوب الحديد يبقى النار أقوى. بس المية بتطفي النار، والسحاب بيشيل مية المطر، والرياح بتحرك السحاب. بس الإنسان بيقدر يتعامل مع الرياح لأنها بتتحرك حواليه وبيقدر يتحرك وسط الريح. بس الإنسان بيغلبه النوم يبقى النوم أقوى، والنوم بيغلبه الفكر كتر التفكير يبقى الهم أو الفكر ممكن يبقى أقوى عدو ليك. الصوت اللي جوه دماغك اللي ملازمك 24 ساعة، اللي في كل خطوة بيقولك تعمل إيه وما تعملش إيه. أكتر كلام يقدر يأثر فيك هو الصوت اللي بتسمعه جواك، حديث النفس اللي بيتحكم في مشاعرك وأفكارك وبيقولك قراراتك اللي بتاخدها كل يوم. يبقى أكبر خطر على نفسيتك وحياتك إنك تفقد السيطرة على تفكيرك وما تقدرش تتحكم في صوت أفكارك، الصوت اللي جوه دماغك. ما بالك لو طول الوقت في صوتين عكس بعض جوه دماغك، وبتقاوم على قد ما تقدر وبتحاول توقف الصوتين دول أو تعرف مين فيهم الصح ومين الغلط. ده الصراع النفسي اللي بيعيشه مرضى الذهان، المرض النفسي اللي بيخلي الإنسان يسمع هلاوس محدش بيسمعها غيره، ويشوف هلاوس بصرية محدش بيشوفها غيره. في لعبة سينوا هيل بليد اللي هنتكلم عنها النهاردة، اللعبة بتجسد مرض الذهان. فبطلة القصة سينوا كانت بنت من قبيلة بيكت في اسكتلندا القديمة، وطفولتها كانت صعبة جدا. بس أمها كانت طيبة وبتتعامل معاها كويس وحنونة عليها، فكانت متعلقة بيها. لكن أمها كانت بتعاني من رؤى وهلاوس بسبب مرض الذهان، وده خلى القبيلة تشوفها كأنها ملعونة. ما كانوش فاهمين المرض ده وفاكرينه لعنة. أبو سينوا اللي كان كاهن ديني متعصب صدق الكلام ده وحرق أمها بحجة إنه بيطهرها من اللعنة. الصدمة دي أثرت على سينوا اللي كان عندها نفس المرض، مرض الذهان، بس هي وأمها كان عندهم بصيرة أو قدرة بتخليهم يشوفوا حاجات محدش شايفها غيرهم وبتطلع صح. في يوم شافت فيروس أو عفن في مية النهر، وحذرتهم محدش يشرب منها دلوقتي ويبعدوا عن النهر. بس محدش صدقها وافتكروا دي الهلاوس اللي بتجيلها. فانتشر الطاعون في القبيلة، وأبوها افتكر إن دي اللعنة اللي كانت عند أمها، فحبسها في مكان مظلم، وده زود الكوابيس والهلاوس اللي عندها. بعد كده سينوا عاشت في عزلة بسبب الخوف من الناس وإحساسها بالذنب في الطاعون اللي صاب القبيلة، وده زود عندها أعراض الذهان، فبقت تسمع أصوات ضدها وتصدق إن اللعنة فعلا موجودة عليها. لما كبرت حبت ديليون محارب اسكتلندي وشاب طيب، هو الوحيد اللي فهمها وشافها بشكل مختلف وحاول يطمنها إن دي مش لعنة. حاولت تبعد عن القرية وطلعت في رحلة صيد، لكن للأسف جيش الشمال أو الفايكنج هجموا على قريتهم وقتلوا ديليون وقدموا جثته كقربان لآلهتهم بطريقة وحشية. الحادثة دي دمرت سينوا نفسيا وخدتها في رحلة لمدينة هيلهايم. في الجزء الأول أقنعت نفسها أنها تقدر تنقذ روح ديليون من هيلا سيدة العالم السفلي عند الفايكنج. فخلال الرحلة اكتشفت أن الوحوش والكيانات اللي بتشوفها كانت جزء من مرضها. سيد الأوهام فال رافن وسيد النار سورت. في أحداث القصة في لحظات ما بتقدرش تفرق اللي شايفه ده حقيقي ولا وهم وهلاوس مرض الذهان. كأن القصة في اللعبة عايزة توصلك درس أو فكرة إن خوفك أو إحباطك أو الناس المؤذية اللي في حياتك كلامهم وهم، بس لما الكلام ده يتردد جواك بتحسه حقيقي. لكن ده مش معناه إن قوة سينوا مش حقيقية، بالعكس بتكتشف إن القوة الحقيقية إنك تغلب مخاوفك ويأسك وإحباطك وتتحكم في صوتك الداخلي، الصوت اللي جوه دماغك، وتاخد القرار. فتهزم نفسك وخوفها وعيوبها الأول عشان تقدر تهزم مشاكلك. في رحلة سينوا الخوف من المجهول والخطوة اللي بتاخدها مش واضح إيه اللي هيحصل بعدها، بس ده ما منعهاش إنها تتحرك وتكمل. فبتقدر إنها تقضي على وحوش هيلهايم، بس بتكتشف إن روح ديليون مش هترجع لأنه مات. فبتتقبل نفسها وبتتقبل ماضيها وبترضى بالوقت الحاضر، لأنها بتكتشف إنها مش ملعونة وبتفهم حالتها النفسية ومرضها. فالرحلة دي كانت عشان تتحرر فيها من عقدة الذنب والخوف. في الجزء التاني بعد ما عرفت قوتها وقيمتها وتخلصت من عقد الماضي، بقت مؤهلة للمرحلة اللي بعدها، إنها مش بس تنجو بنفسها
لأ، تنقذ كل اللي بيعانوا زيها، وبتقرر إنها تتعمد تتخطف من تجار العبيد الفايكنج عشان تقدر توصل هناك وتنتقم من الجيش الفايكنج وتحرر الأسرى. أثناء الرحلة في عاصفة ضخمة بتضرب السفن، وسينوا بتلاقي نفسها في أيسلندا. سينوا بتلاقي قائد تجار العبيد ثورجستر، وبتقدر تمسكه أسير بدل ما تقتله، وبتجبره يوريها طريق مستوطنة الفايكنج، مدينة بورجرفيكي. التحدي اللي بتقابله هنا أصعب من اللي فات. لسه بتسمع صوت أبوها اللي دايما ضدها، صوته وكلامه المؤذي نفسيا لسه شغال رغم ده كله، لأن كلام الأب والأم بيتحفر في الذاكرة، لأنهم أول حاجة بتوعى عليها في الدنيا وبتكتشف العالم عن طريقهم، وده يثبت إن كلام الأهل لأولادهم ليه أكبر تأثير عليهم. بتكمل سينوا طريقها فبتوصل لقرية متدمرة. ثورجستر بيحذرها من المكان ده لأنه بيسكنوا عمالقة وآكلي لحوم البشر. بتقدر إنها توصل لمعسكرهم وبتحرر أسير هناك اسمه فارجريمر عشان ينضم ليها في مواجهة العمالقة. وثورجستر بيقرر إنه يكمل معاهم الرحلة بعد ما شاف إنها أنقذته من العمالقة وإن هدفهم نبيل، فبيقرر يغير من نفسه ويبقى عنده إنسانية ويكمل معاهم في طريقهم عشان يكملوا التلاتة رحلتهم لتحرير أهل القرية من العمالقة ووحوش الظلام. فجأة بيظهر عملاق مرعب اسمه التوجا من تحت الأرض. عشان تعرف سينوا سر قوته وإزاي تهزمه، دورت على الشعب المخفي الهيدن فولك. دي كائنات بتعيش تحت الأرض، عندهم علم ومعرفة بأسرار العمالقة والظواهر الخارقة والغريبة اللي بتحصل على الأرض. بتعرف منهم إن العملاق ده كان عادية عاشت وقت بركان أسكيا اللي دمر البيئة ووجود البشر في وقتها. حاولت عشان تنجو هي وابنها تطلب قوة من البركان، لكن قوة البركان دي حولتها للوحش العملاق ده. فسينوا لقت جثة ابنها وسلمتها ليها، فلما مسكت ابنها اتحررت من الظلام والعملاقة اللي كانت عليها ومات الوحش. كأن الفكرة من العملاق ده اللي يقولك وقت الفتن والأزمات اوعى تفقد إنسانيتك ورحمتك، لأن الأزمة بتعدي وإنسانيتك وإيمانك هو اللي بينجيك وهو اللي بيبقى. بتكمل لحد ما توصل لقرية تانية، هناك بتواجه عملاق البحر سيا فيرسي اللي بيغرق السفن وبيقتل أي حد يدخل البحر. سينوا بتعرف من الهيدن فولك إن العملاق ده قصته إنه كان راجل عادي خان أهل قريته وفتح باب القرية بالليل وهم نايمين عشان يدخل الفايكنج جيش الشمال يخلصوا عليهم، عشان كان طمعان يدوله مكافأة ذهب أو سلطة. بس في الآخر ربطوه ورموه في البحر، فتحول لعملاق ما يقدرش يخرج من البحر. سينوا بتواجهه بالحقيقة وبتناديه باسمه الحقيقي، فبيعترف بذنبه وندمه. سينوا ساعتها ما بتقتلهوش، بتسامحه، فبيموت ويتحول لحجارة. فهنا البحر اللي كان غرقان فيه هو ذنب الخيانة اللي ما يقدرش يهرب منه، وصوته الغامض المشوش هو الحقيقة اللي كتمها. فلما اعترف بذنبه نطق. بيكملوا طريقهم لحد ما يوصلوا لمدينة بورجرفيكي، هدفهم الأساسي عشان يحرروا الأسرى والضحايا اللي الفايكنج حولوهم لعبيد ودمروا بلدهم. بيكتشفوا إن زعيم المستوطنة أو القرية دي بودي هو قائد الفايكنج، هو اللي صنع كذبة وخدعة قرابين العمالقة. كان بيوهم الناس إنه كائن مقدس أو إله، وإنه عشان يحميهم من العمالقة والوحوش بيقدم لهم أضحية أو قربان من البشر من العبيد اللي أسرهم عشان يأمن شرهم، فبيبرر بده قتل الناس اللي عايز يقتلهم. نفس مذهب ومنهج الطغاة والحكام الظلمة من أول فرعون لغاية زماننا ده، إنه بيصنع عدو وخطر وهمي عشان الناس تخاف وتحس بالخطر ويشوفوه هو البطل المنقذ ومن غيره مفيش أمان. بيؤمر بقتل سينوا والتضحية بيها زي قربان للعمالقة، بس بتقدر سينوا تغلبهم وثورجستر بينقذها وبيقف ضد أبوه جودي، فجودي بيؤمر بقتل ابنه. لكن سينوا بتهزم جودي، كانت هتقتله بس فكرت في كلام ثورجستر إن هيجي شخص زيه يحل محله. فالانتصار الحقيقي إنها لازم تفتح للناس طريق جديد مختلف بعد ما شافوا الحقيقة والنور وكشفوا كذب وخدع الطاغية الظالم، عشان بعدها محدش يتحكم فيهم ولا يخدعهم
وبتنتهي قصة اللعبة إن دي اللحظة اللي سينوا قدرت تتحكم فيها في صوتها الداخلي، الصوت اللي جوه دماغها، وتسيطر على قرارها والطريق اللي تختاره، وتتحرر هي وكل الأرواح اللي حررتهم من الظلام والظلم الخارجي، من الفايكنج ومن الاحتلال ومن الظلم الداخلي. فبتقبل نفسها وتتصالح مع الماضي وتحب نفسها. آخر لقطة، الناس اللي أنقذتهم إيديهم ممدودة لإيديها. الفكرة هنا إن ممكن نقصك يبقى سبب تميزك وسبب نجاحك، إن سينوا هنا عندها مرض الذهان، بس ده اداها بصيرة خلتها تشوف حاجات محدش شافها قبلها. فالمهم إنك تقبل وتحب نفسك وتحاول توصل لأحسن نسخة من نفسك. لعبة سينوا هيل بليد لعبة تقيلة، قدمت تجربة نفسية وفلسفية. مطورين اللعبة استعانوا بمتخصصين فعلا في الصحة النفسية وتجارب حقيقية لمرضى الذهان عشان يقدموا القصة والتجربة العميقة دي اللي هتستفاد منها في حياتك أكتر من إنها لعبة.